السلام عليكم ومرحبا بكم معايا. اليوم جيت وما جيت وحدي. اليوم جيت وجبت معايا الزوج باش يقدم لكم هاد الوصفه الرائعه، البيتزا الشهيه اللي راهي تشهي فيا دوكا وانا ندير في المونتاج احسن من المطاعم بمية خطره. ما نطولش عليكم، نروحوا الى المكونات. واش عندنا فرينه، الملح، الخميره، زيت زيتون، ما بارد والكلاصون. السر كامل راهو في الكلاصون والما بارد. يعني المقادير تلقوها في صندوق الوصف اسفل الفيديو. اول حاجه اللي راح يديرها راجلي هو راح يحط هادوك لي غلاصون مع الماء بارد. هذا الماء بارد كي دارو ما دارش كامل وحده، خلى غير شويه، يعني ما داروش كامل، خلى غير شويه. فوالا كيما راكم تشوفوا. من بعد واش راح يدير كامل هذيك الكميه تاع الفرينه هنا درنا يعني نص كيلو 500 غرام، دارت لنا 3 حبات تاع البيتزا. انا لهنا واش راح يدير، انا والفت نقول انا واش راح ندير. لهنا واش راح يدير راجلي، هذاك الماء شويه اللي خلاه دلو هاد الخميره تاع الخبز وقعد يحرك فيها مليح حتى يمتاز كامل هذاك، حتى تذوب كامل هذيك الخميره مع الماء. من بعد راح جاب بيدخا ودار العجان يتعجن مع هذاك لي غلاصون والماء بارد. لهنا راه يقول لكم باللي ديروها بروميير فيتاس في الديبو، ومن بعد زيدوا لها دوزيام فيتاس وخلوها تنتعجن مليح مليح مليح، يعني واحد ربع ساعة وهي تنعجن هاد العجينة، يعني حتى تتشكلنا كرة طرية. فوالا شوفوا كيفاش ولات هاد العجينة، ما درنا لها ما زدنا لها حتى حاجة. شوفوا كيفاش هي تعجن، يعني قلت لكم خلوها واحد ربع ساعة وهي تعجن، يعني تعجن مليح. السر كامل راهو في العجين والماء بارد. يعني هادو هما المكونين الاساسيين اللي يخلوا العجينة تاعنا تخرج لنا كيما تاع برا واحسن. بعد ما تعجنت مليح العجينه تاعنا، هنايا واش راح يدير نصف الكميه تاع الخميره والماء، النصف تاعها، ما ديروهاش كامل دفعه واحده، ديروا شويه خلوها تنعجن، زيدوا ديروا النصف الاخر من بعد كي تنعجن مليح. تبعوا الطريقه كيفاش صوره راح تشرح نفسها. انا لهنا نحيت لكم على جال الصوت باسكو بزاف مزعج هذا الصوت تاع البيتخا، دونك من الاحسن انه نحي لكم كاع الصوت. ولهنا زاد دار دفعه ثانيه تاع الخميره والماء، نكون ديجا درنا الدفعه الاولى وهذه هي دفعه ثانيه، ثم ديروها على دفعتين وخلوها تزيد تنعجن مليح. يعني قلت لكم السر كامل راهو في مكونين اللي هو الماء بارد ولي كلاصون، وزدنا تانيك العجين. لهنا بعد ما تعجنت مليح درنا الملح درنا 15 غرام. دوك نكتب لكم في صندوق الوصف هكا باش ما نغلطكمش معايا، انا باسكو دي فوا ننسى الكيل كي نجي ندير في المونتاج، ننسى الكيل كي شحال. ولهنا درنا زيت زيتون، هنا ما درناش بزاف زيت زيتون على ما اظن، ونقعدوا نديروا في زيت زيتون وهي تنعجن. فوالا داروا كامل كما شفتوا، الدفعه الاولى بعد الدفعه الثانيه بعد الدفعه الثالثه، دار غير بشويه ما داراش دفعه واحده، وخليناها تزيد تنعجن مليح حتى تطلق كامل روحها. فوالا كما راكم تشوفوا. انا لهنا جربت لكم باسكو هكاك راح يجي الفيديو بزاف طويل، لو كان نقعدوا غير نستناو كل ربع ساعه تنعجن الفيديو راح يجي واحد 3 سوايع ولا 4 سوايع كي والو. دونك من الاحسن راني نقص لكم. هاي الكلاجينه تاعنا اللي تحصلنا عليها، شوفوا كيفاش تولي. لهنا كي جيت نحوها دهنوا يدكم بالزيت مليح ونحوها، شكلوها هكا كوره كما راهو يدير، وجيبوا باطه حطوها لداخل. فوالا ما تخلوها تخمر ما والو، ديروها ديريكتومون في الباطه، تكون عندها غلقها، ديروا لها بابي سيلوفان كما راكم تشوفوا بهذه الطريقه. من بعد ديروا الغطيوه عليها، وهكا تحصلنا على العجينه السحريه تاعنا تاع نابولي.
بعد ما نكمل لاباط واش نديرو امين؟ لا 24 ساعة. نخليوها 24 ساعه في الفريجيدير، فوالا ليله كامله باش غدوه ان شاء الله طيبوه. وهاي لك بعد ما خليناها 24 ساعة في الثلاجة بدات يعني تشكل لنا فقاعات. انا لهنا الله غالب حطيتها في البوتاجي، جا وليدي ديالها ديريكتومون يدو. دونك راحت لي هذيك باش نوري لكم الفقاعات اللي كانوا من الفوق. بصح شوفوا كيفاش الداخل كيفاش راهي، يعني راهي واحد العجينه مانيفيك. نتوما واش ديروا؟ قرصوها على 3 وخلوها تزيد تخمر، من بعد طيبوها، ما ديروهاش ديريكتومون. لهنايا انا وجدت لا كريم فريش باسكو راح نديرو وحده 3 فرomاج صوص بلانش، وحده راح نديروها طون، وحده نديروها شامبينيون، يعني المقادير حسب واش كاين في المنزل. انا لهنا درت كومونبير طون شيدار كلش. ولهنا درت السميد، راح نحلها بهذا السميد رقيق. بدا يحل فيها بهذا الشكل. انا من الاول ما نكتبش عليكم جاتني بيزا، قلت له ماشي هكا تنحل بيتزا. قال لي خلي لي فرصه ليا ونوري لك كيفاش يحلوها في البيتزيريا. مع العلم هنا والف نحلوا البيتزا بالحلال ولا بهذه الطريقه كما راهم يديروا فيها دوكا، يعني نطبعوا العجينه من الوسط حتى للطرف. انه راجلي جامي لا طيب وجامي لا خدم يعني بيتزاريو ولا سما سي لا بروميير فوا يدخل للكوزينه. فوالا بدا يحل فيها بهذا الشكل كما راكم تشوفوا. عاونوا روحتكم توجور بالسميد رقيق، ما تكثروش بزاف باش تتنفخ لكم. كما تعرفوا لو كان نديروا بزاف السميد نغموها هكاك ما راحش تطلع لنا. لهنا راح نديروا لها صوص طوماط. انا هاد صوص طوماط كنت ديجا وجدتها، رحيت طوماطيش عادي، درت مغرفه صغيره تاع طوماطيش كونسونطري هي تاع الباطا، مغرفه صغيره تاع الملح، فلفل كحل، فلفل عكري، شويه تاع السكر والثوم بيان سور ما تنساوش، والزيت. هذا ما كان، هذا واش فيها. وزعتره لا تحبوا ديروا اختياري، انا ما درتش باسكو راجلي ما يحبش الوغو تاع الزعتره. لهنا راني نوري لكم العجينه كيفاش راهي بزاف تتلاصق. عاونوا روحتكم توجور بالسميد رقيق. انا لهنا راني نزيد له في السميد باش يعاونوا في الفتاح. لهنا طريقه راح نفسها بلا ما نقعد نعاود لكم كيفاش راه يحل فيها. بلا ما تنساو توجور نقول لكم بلي عاونوا راحتكم بشويه تاع سميد رقيق وما تكثروش بزاف. انا لهنا درت لا كريم فريش. نتوما تحبوا اذا حبيتوا ديروا تخدموها في المنزل احسن، تجيكم ثاني كبنينه تاع الفرماج. لهنا قطعت الموتزاريلا قطع صغيره كما راكم تشوفوا. زدت درت شيدر تاني قطعته صغير. يعني نتوما شوفوا هاد الفرامج جيتو ديروا واش عندكم في المنزل، واش يتوفر عندكم في المنزل، واش تقدروا اشرو. يعني هادو راح كامل راح يقعدوا مجرد اضافه فقط. هذا ما كان. لهنا درت تاني في الكومونبير وخليتهم يطيبوا. نروحوا الى البيتزا النوع الثالث. لهنا يا خيارات نفضل نديرها شامبينيون. درت صوص طوماط هي الاولى كما راكم تشوفوا. لهنا واش قعد كامل درت هذاك الفرماج اللي قعد لي درت عليه لا شامبينيون كامل. انا هاد الشامبينيون كون ديجا طيبته ما نحبش نديرو خضر. يعني واش قعد لي كامل درت من الفرامج موزاريلا شيدار. لهنا كانوا عندي 4 حبات زيتون، هذا واش كاين في الفريجيدير درتهم. نتوما ديك شامبينيون انايا قليته بشويه تاع زبده، درت له الملح والفل الكحل. هذا ما كان. بعد ما طابت البيتزا الاولى زدنا درنا لها الطوم الفوق. كما تعرفوا الطون لو كان طيبوه ولو كان يكون زعما ماركه مليحه راح يجيكم شغل طيبتو سردين. انا هذاك القوم ما نحبوش، سواء انا سواء الدار كامل، يعني كاع ما يحبوش الطون يكون طايب. دونك فضلنا انه كي طيب البيتزا نديرو الطوم الفوق ونديرو له شيدار ونعاودو ندخلوه يذوب لنا هذاك الفرماج برك. هذا ما كان. انا لهنا خلطتو هاد الجبن المبشور، خلطتو درت شيدار ودرت فريكو.
انا هنا قاعد يقول لي خلاص يعني عمرتها، وانا نقول له زيد من زيد من زيد من. كما تعرفوني انا لو كان ما يكونش بيتزا فيها بزاف فرامج ما نقدرش ناكلها. وهذيك بعد ما ذوبناه ما خليتوش يتحمر كما قلت لكم، خلطوه بالجبن فريكو دونك ما راحش يتحمر لي، ما يعطيلكمش هذاك الاحمرار. ذوبته فقط وخرجناه من الفور. وشوفوا لي هذيك الخفه تاع البيتزا، ما نكذبش عليكم شحال بنينه هاد البيتزا، نولي شاك ويكاند نديرها. بزاف بزاف هايله وبزاف خفيفه وفارغه من الداخل. ننصحكم انه تجربوا هاد الوصفه. هنا كانت بزاف سخونه البيتزا، شوفوا الفرماج كيفاش قاعد يذوب ويسيل، وخفيفه طريه، ما تجيكم يابسه ما تجيكم معجنه، تجيكم بيان. انا نقول لكم كيما احسن من المطاعم، يعني سوا سوا كيما تاع برا. وكي نقول لكم احسن من المطاعم يعني حاجه نقيه درتوها في الدار، على بالكم كيفاش راكو ديروا فيها، على بالكم واش فيها واش ما فيهاش، دونك تاكلوها على الضمانه. هذه هي. لهنا ندهنوها بشويه تاع زيت زيتون ولا زيت تاع الطون، يعني كيما تحبوا. انا لهنا درتها دهنها يعني بالزيت تاع الطون. وهاي ليك البيتزا الثانيه تاع 3 فرomاج تاع الكومونبير والموتزاريلا والشيدر. انا لهنا حبيت نقطعها بالموس باش نشوف كيفاش تجي. صدقوني جات يعني الله يبارك هاد البيتزا كراف كراف بنينه. وهاد الوصفه خير من الوصفات تاع البيتزا اللي كنا نديروها من قبل. انا دونك ننصحكم ان تجربوا هاد الوصفه وتعطوني رايكم في التعليقات. وهذه البيتزا الثالثه اللي كنت ديجا انا درتها بالشامبينيون، باسكو انا نحب بيتزا تاع الشامبينيون بزاف بزاف. دونك خيرتها تكون تاع شامبينيون، درت عليها شويه شيدر هكا اللي قاعد لي من الفوق وقطعتها. لهنايا ما تحمرتليش بيان هاد الكوتي، ما على باليش اسكو كي درتها كبيره شويه، باسكو تعرفوا الكوشه دي فوا تحمر نص ونص تخليه. لهنا راح ضفت لها شويه لي كابخ. ولهنايا واش ندير، نروح نجيب شاليمو ونكمل هذاك اللي ماشي محمر نكملو بشاليمو، يعني نعاون فيها. هذا ما كان فوالا نقعدوا نحمروا فيه بهذه الطريقه. وهاي لك نتيجه يعني تاع البيتزا تاعي. ان شاء الله تكون نالت اعجابكم هذه الوصفه. ما تنسوش ديروا لنا جيم ابوني باش يلحقكم كامل جديد. بقاو على خير وتهلاو في رواحتكم.